تحياتي يا شباب مرة تانية. الدرس الماضي حكينا عن الفصل الثاني، بلشنا باليونت الأولى، خلصنا اليونت الثانية. اليوم عنا اليونت الثالثة اللي هي الستورج. يونت اسمها ستورج، اليونت رقم 3 من الفصل الثاني. الستورج هو التخزين. من أكثر المعضلات اللي بتواجهها الشركات، لأنه الداتا عم تزيد كل يوم، فأنت لازم أنك أنت تعمل لها مانجمنت. تمام؟ إذا بفتح الرسام رح برجيكم أنه في عندي two types of data. في عندي هاي الداتا وفي عندي هون داتا تانية. هاي الداتا بسموها structure. هاي الداتا اسمها non structure، بمعنى أنه هاي الداتا منظمة مهيكلة، في إلها طابع واحد، مثل الداتابيز. مثلا إذا بتفتح داتابيز لأوراكل أو داتابيز معمولة على SQL، حتلاقي إنه كل البيانات اللي فيها منظمة ومرتبة ضمن منهجية خاصة. أما النون ستراكتشر هي البيانات العشوائية. مثلا افتح القرص دي عندك على الكمبيوتر أو قرص C، حتلاقي بقلبه في أفلام، في أغاني، في مسلسلات، في كتب. هاي كلها عبارة عن داتا عشوائية، ما مهيكلة وما إلها نفس الطابع. يعني طابع الصور غير طابع الفيديوز أو الأغاني. تمام؟ فهي فكرة الداتا بشكل عام. الشركات عندها structure data وعندها non structure data، واثنينهم عم يزيدوا. فمايكروسوفت اجور بيعطيك الميزة انك انت تستخدم التخزين اللي عنده بطريقة حلوة، بطريقة حلوة ومنظمة. خلينا نشوف شو في عنا. اجور، مايكروسوفت اجور عندها ستورج اكاونت، عندها ستورج انفايرمنت كتير متقدمة. الستورج اكاونت هو انت لما بتشترك بالكلاود، مثل ما انت بتعمل كريات لفيرتشوال ماشين او بتعمل كريات لنتورك او لاي شيء، كمان في عندك شيء انك انت تعمل بلان وتعمل فيها كريات لستورج اكاونت. فالستورج اكاونت له عده انواع، هدول هن الانواع الرئيسيه الاساسيه بيناتهم. في عندي شيء اسمه LRS اللي هو اللوكالي ريدندنت ستورج، وفي عندي الجيو ريدندنت ستورج، وفي عندي شيء اسمه ZR اللي هو الزون ستورج، وفي عندي شيء اسمه الجيو او الجيو ريدندنت ستورج. لاحظوا انه هن ثقيلين، انا عم بقراهم هلا وانتم عم تكرهوا حالكم، بعرف يعني، لانه 1 2 3 4 5 6. هل انا مطلوب مني احفظهم يا شباب؟ على الاقل انت حفظ ما تقدر تحفظهم، لكن على الاقل فيك تفهمهم. اذا فهمتهم فانت حفظتهم. فانت لاحظ دغري هون عندي انا كلمه لوكال وكلمه جيو. شو المقصود فيها؟ لوكال وجيو. اللوكال يعني نفس المكان، يعني انت بنفس الداتا سنتر او بنفس الزون، بنفس الداتا سنتر انت عندك. بينما الجيو لا، نحن هون عم نحكي على جيوغرافيك، يعني انا عم بحكي على مستوى ريجن، مكان تاني. وفي عندي الزون، ممكن انا اكون بنفس الزون عم بعمل انا ستورج، وممكن انا اكون عم بعمل على اكثر من زون وعلى اكثر من جيوغرافيك، يعني على اكثر من ريجن. طب موضوع الريد اكسس هاي عبارة عن انه قراءة فقط. يعني هاي اذا قلنا هاي وهاي نفسهم هاي وهاي، معناته نحن فعليا صار عندي 4 فقط، 1 2 3 4. تمام؟ في عندي LRS والGRS اللي هو بيكون عبارة عن local و redundant storage، بمعنى انه تخزين على مستوى محلي. وفي عندي هون كمان الGRS تخزين على مستوى الجيوغرافيك، على مستوى الريجن. وكآخر شيء عندي الزون ريدندنت اللي هو بيكون تخزين على مستوى الزون. بينما هون تخزين، بينما GZRS هو تخزين على مستوى الزون المنتشرة حول أكثر من ريجن. تمام؟ هاي بس بدكم تقرأوهن شوي تفهموهن. طيب شو الفرق بيناتهم؟ لما بقول كلمة redundant شو يعني؟ الداتا سنتر الواحد عم يكون فيه أكثر من سيرفر، وبالتالي التخزين عم يكون على أكثر من قرص أو على أكثر من سيرفر. فهي بسموها redundant، انه مره هون شوي مره هون شوي، بحيث انه ما يصير فيه لود. طيب السيرفر نفسه فيه كم فيه قرص صلب مثلا، كم فيه هارد ديسك، فيه 1 2 3. اذا انضرب واحد فالثاني والثالث بيكونوا باك اب بالنسبه له. فهذا اسمه اللوكال ريدندنت ستورج. اما الزون ZRS كل الداتا الموجوده بهالزون اذا صار في عليها شيء وهالزون خرجت عن الخدمه، فالداتا بتكون وين موجوده؟ بزون ثانيه. هالزون الثانيه ممكن يكونوا بنفس المدينه. طب إذا المدينة مثلا خرجت عن الخدمة، صار فيها مشكلة، فصار في عندي شيء اسمه جيو ريدندنت، يعني الريجن الموجودة بنفس المكان الجغرافي.
عندي اكثر من زون موصولين مع بعض ضمن اكثر من ريجن. اما الجيو زون ريدندنت ستورج يعني ممكن يكون انت عندك اكثر من زون موصولين مع بعض ضمن اكثر من ريجن على اكثر من دوله حول العالم، جلوبال الموضوع بصير. فهي عباره عن معلومات نظريه ما بتفيدك هلا حاليا كعملي، ممكن تفيدك لما بتحتاجها بالمستقبل لما بتكون عم تشتغل على السولوشن اركيتكت، لكن بالفحص بيجي منها. يعني ممكن السؤال يجيك انه شو يعني ال ار اس، والله بيكون حاطط الخيار انه هو اللوكالي ريدندنت ستورج. شو يعني الزد ار اس؟ والله هو الزون ريدندنت ستورج. هيك بتحاول انك انت تو مانج الاجور ستورج ريدندنسي. اللوكال ريدندنت ستورج ال ار اس لما بتيجي لحتى تخزن بياناتك على لوكال ريدندنت ستورج، فمايكروسوفت بتقول لك انا بعطيك 3 نسخ. هون احنا عم نحكي على لوكال ريدندنت يعني ضمن نفس الداتا سنتر، على نفس الداتا سنتر خزنت لك نسخه 2 3. اذا وقعت واحده فالثانيه بتشيل عنها، واذا وقعت الثانيه بتشيل الثالثه عنها. طبعا الاس ال اي تبعه هو عباره عن 11 9 يعني 11 9، هي على الاقل هي الى طريقه حساب معينه بالاس ال اي بتعطيك انه انه هالبيانات حتكون متوفره بهالوقت. يعني خلال السنه الداون تايم تبع هاي البيانات يمكن يكون مثلا 5 دقائق العمليه الصيانه او شيء. تمام. الزون لاحظ انه في عندك زون 2 3 فنسخه 2 3. فانت اذا عندك زون في دبي، في عندك زون في ابو ظبي، وفي عندك زون بالشارقه، كل وحده فيها نسخه من بياناتك. صار شيء بدبي الشارقه بتشيل، صار شيء بالشارقه ابو ظبي بتشيل، نفس المعنى. هون اعطيتك 12 9 يعني بمعنى انه الوقت الداون تايم حيكون اقل. يعني انت مثلا بالسنه كلها ممكن نحن الداتا تبعتك ما تكون موفره لمده مثلا دقيقه واحده. اما بالنسبه للجيو ريدندنت فهون بتقول لك انه انت عندك داتا سنترز موجوده بدوله معينه، فيك تحط لك بريجن ثانيه بدوله ثانيه، وفي عندك الاوبشن انك تخليها بس للقراءه، انا بس تقرا منها، وفيك انك تخزن فيها. فهو الموضوع الاسماء ممكن تخربطك بالطول تبعها، لكن المبدا تبعها جدا سهل. يا اما ضمن داتا سنتر، يا اما عند ضمن اكثر من زون، يا اما ضمن اكثر من ريجن. هذا هو الاستورج بيكون موزع حول العالم، وكلاته بس مشان موضوع واحد هو الريلابيلتي، الوثوقيه، انه انت بياناتك ما يصير شيء عليها نهائيا. هلا في عندي شيء اسمه الستورج سيرفيسز. ستورج سيرفيسز في عندي عده انواع للستورج. في شيء اسمه اجور بلوبس، في عندي شيء اسمه اجور فايلز، اجور كيو، واجور ديسك. البلوب يا شباب هو عباره عن مكان للتخزين ضمن مايكروسوفت، سيرفرات للتخزين، مخدمات بتحط عليها انواع مختلفه من التخزين، ملفات، فايلات، اي شيء، فهي بسموها بلوب ستورج. تمام. طبعا ميزات التخزين على مايكروسوفت ان هي هاي افيلابيلتي، مثل ما عم نحكي لما عم نحكي على زونز وريجنز وداتا سنتر، فنحن عم نحكي انه هي البيانات موفره باي وقت، وهي بيانات مؤمنه ما بتتعرض لاي نوع من الاختراق، ما حدا بيقدر يشوفها، ما في اكسس للناس الغير مصرح لهم. كمان هي فيها توسعه. لنفرض انت لسبب ما انت مشترك بتخزين، خطه تخزين 100 جي بي، وفجاه هال 100 جي بي تفللت، فانت مايكروسوفت بتعطيك امكانيه انك انت تزيد هي المساحه، وطبعا هي انت عم تديرها بنفسك، وانه انت عم تقدر تفوت عليها باي وقت ثاني. البلوب ستورج مثل ما عم نحكي يا شباب هو مكان للتخزين بشكل عام. بقلب البلوب ستورج في شيء اسمه التايرز. شو يعني التاير؟ هدول الثلاثه هن المهمين شباب بالفقره كلها. مايكروسوفت بتعطيك الميزه انك تخزن عندها، لكن هل كل البيانات على نفس المستوى من الاهميه؟ يعني مثلا انا اذا بدي احتاج شوف فيديو موجود عند مايكروسوفت، يمكن ما احتاج بالسنه مره ان اشوفه. تمام. بينما اذا عندي انا اكسل شيت انا حاطط فيها رواتب الموظفين، كل شهر بفوت عليها، فهي اهميتها اكبر. طيب بجوز انا حاطط اكسل شيت عم فوت عليها يوميا واكثر من مره باليوم، هي انا حاطط عليها مثلا دوام الموظفين اليومي، الروتا خلينا نقول دوامهم اليومي. فمايكروسوفت بتوزع لك التخزين ضمن شيء اسمه التايرز، تعطيك خطه اسمها التايرز انه بتوزع طريقه التخزين او طريقه وصولك للبيانات حسب اهميتها. فانت هذا الشيء بتحدده، وكل ما زادت الاهميه كل ما زاد الكوست تبع سعر البيانات. ففي عندك شيء اسمه الهوت اكسس تاير، انا بستخدمه ملفات او للستورج اللي انا بدخل عليه بشكل متردد، ممكن يومي، ممكن اسبوعي، ممكن باليوم الواحد اكثر من مره. فهذا بسموه هوت اكسس تاير. هذا بيكون سريع، تقدر توصل له بسرعه. ليش؟ لانه الهاردات اللي موجوده على هاي السيرفر ممكن تكون اس اس دي، بطاقه تخزينيه كبيره وجوده عاليه. تمام.
اما الكول اكسس تاير فانا بستخدمه لادخل للبيانات اللي انا مو دائما بفوت عليها بشكل متردد، يعني بشكل متكرر، ممكن مره بالشهر، ممكن مره بالشهرين. فهذا بيسموه الكول تاير. مثل ما شايفين هو على الأقل 30 يوم. وطبعا أي فايلات بالهوت أكسس إذا زاد عدم دخولك إلها عن 30 يوم فهي بتتحول لكول أكسس تاير، يعني هي كمان فلكسبل بهذا الموضوع. ضل في عندي شيء اسمه الأركايف أكسس تاير. أنا أحيانا في عندي داتابيز قديمة حاطط عليها مثلا إيميلاتي اللي أنا يمكن بالعشر سنين ما أحتاج إني فوت عليها، أو بالسنة أو سنتين ما أحتاجها، أنا بس هيك حاططها أركايف بالنسبة لي، أرشيف. فالأرشيف بيصير للفايلات اللي انت بيمضى عليها 180 يوم انت مو فايت عليها، فبتتحول لارشيف. طبعا الاركايف يعني ممكن يكون الهاردات اللي فيه هاردات اتش دي دي ما اس اس دي، يعني تكلفته قليله، وبالتالي الاركايف هو ارخص شيء كستورج. من بعد منه بيجي الكول، واخر شيء بصير الهوت هو اغلى شيء تقريبا. طبعا من الجدير بالذكر انه عند انشاء الاكونت للستورج فانت بتحدد اذا انت بدك الاكونت يكون هوت او كول، مع امكانيه التبديل بيناتهم يعني عند الطوارئ. اما الاركايف بتسويه بعدين بعد ما بتخلص الاكونت كرييشن. في عندي شيء اسمه الاجور فايلز. الاجور فايلز هي بتعطيك ميزه مشاركه البيانات عبر الشبكه. يعني مثلا قسم الاي تي حاطط الفايلات تبعته على سيرفر، طب هل ممكن انا كل موظف خليه يفوت على سيرفر؟ لا، انا بعمل شيء اسمه الماب نتورك درايف. الماب نتورك درايف يعني خليني بس هيك اشرح لكم اياها بطريقه بسيطه. زر يمين على ماي كمبيوتر بروح على ماب نتورك درايف. الماب نتورك درايف يا شباب انا بضغط رايت كليك وبروح على ماب نتورك درايف. فهي الطريقه التقليديه، بحط انا المسار تبع الشبكه اللي بدي اياها اللي حاطط عليها الستورج وبحط فينش، وبالتالي بيطلع لي الستورج تماما مثل هذا القرص اللي شايفينه قدامكم هيك بهي الطريقه. هذا بسموه قرص تخزين عن طريق الشبكه. مايكروسوفت بتقول لك انا في عندي بروتوكول الاس ام بي وبروتوكول الان اف اس، هدول بيخلوني انه فايلاتك الموجوده على الاجر تقدر المستخدمين تبعاتك يوصلوا لها عن طريق الماب نتورك درايف، عن طريق هذا البروتوكول. اس ام بي يستخدموه للويندوز، والان اف اس يستخدم للماك ولللينكس. طبعا فوائد الاجر فايلز انه هي عباره عن دخول مشترك، يعني انه هي شيرد اكسس، بمعنى انه موظفين قسم معين كلاتهم بيقدروا يفوتوا على نفس الفولدر، انه انت كمان هي انت بتديرها بنفسك، ما حدا بيقدر يفوت عليها. معزوله، هي عباره عن فايلات available طول الوقت ومتاحة. في حال كان عندك داتا كتير كبيرة بالاون بريم تبعك وبدك تنقلها عن الاجر، فالاجر بتعطيك مايجريشن اوبشنز، يعني بتعطيك الاجر مايجريت اللي هو بيقدر ياخذ لك البيانات تبعتك من الفيزيكال داتا سنتر اللي عندك لمخدمات مايكروسوفت على الكلاود. وهذا الشيء في عندي شيء اسمه انتجريتد تول. هاي الانتجريتد تول اهمها في عندي شيء اسمه الاجر مايجريت سيرفر مايجريشن، وفي عندي شيء اسمه الداتا مايجريشن اسيستنت، يعني عده ادوات. وفي شيء اسمه الاجر داتا بوكس. هلا هذا الاجر داتا بوكس انا بعرفه، بس بوكس بتجيب لك اياه مايكروسوفت، بتبعث لك اياه عن طريق البريد، بتقول لهم انا والله مثلا بدي 100 تيرا بايت، فبيبعثوا لك صندوق. هذا الصندوق عباره عن ستورج هارد ديسك كبير 100 تيرا، بتنسخ عليه كل بيانات الشركه اللي عندك اياها انت، وبعدين بتبعث لهم اياها بالدي اتش ال على سبيل المثال. فهنا بياخذوه منك على اقرب زون عندهم اياها وبينسخوها. يعني هاي بس مثال بسيط يعني. اما في عندك هون مثلا انت للويب، اذا عندك ويب سايت بدك تعمل له انتجريشن، عندك داتابيز بدك تعمل له مايجريشن انا بحكي هون فيها كلمه دمج يعني، او نقل بيانات من بيئه لبيئه ثانيه. عندك الداتا، يعني هيك شيء. الايزد كابي كمان هي الميزه اللي عم اقول لكم عليها، انه عندك ستورج موجود بالاون بريم وبدك تاخده على الكلاود، فبتنزل هاي التول هي اللي بتحسب لك الستورج تبعك قديش وشو بده، شو بيحتاج حتى ينتقل بشكل كامل. بصير هي كانه هي تول موجوده على السيرفر، وهي عم تنظم نقل البيانات من السيرفر بالداتا سنتر الفيزيكال اللي عندك للكلاود. هي احد الادوات الجدا مهمه لموضوع المايجريشن. طبعا في عندي هون الفايل سينك. الفايل سينك والستورج اكسبلور والايزد كابي خليني اشبه لكم اياها شباب بالايتونز. كيف الايتونز لما بتنزله انت على الكمبيوتر بصير ينقل البيانات من الكمبيوتر للموبايل، نفس الشيء هون، لكن هذا الشيء بيكون موجود بين الداتا سنتر اللي عندك الشركه الاون بريم مع الكلاود اللي عند مايكروسوفت. فهي ادوات انت بتستخدمها حتى تعمل ابلود للفايل وتعمل للسينك. بالنولج تشيك عم يسالوك شو هي الاداه اللي بتخلي الفايلات موزعه بين الاون بريم والاجر كلاود وبتعمل سينك بيناتهم، تعمل مزامنه مثل ما حكينا. هي الاجر فايل سينك. هون عم بقول لك شو هي خطه الستورج اللي
تعطيك highest degree of durability، يعني انه اكثر وقت ممكن. و16 ناينز هي اخر وحده كانت، منطقيا هي حتكون جيو زون ريدندنت، لانه نحن هون عم نحكي على مستوى زون وعم نحكي على مستوى ريجون وجيوغرافيك، ما عم نحكي على مستوى لوكال او على مستوى زون فقط. السؤال الثالث عم لك which Azure storage services support big data analytics as well as handling text and binary data types. نحن هون عم نحكي على البلوبس، لانه حكيت لكم البلوبس هو تخزين عشوائي، فانت فيك تخزن فيه شو ما بدك. فحقول له تشيك يور انسر، حيقول لي 100%. ان شاء الله بنشوفكم بالدرس الجاي، حياكم الله.